السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بط مشوي بطريقة سهلة خالص ولذيذة وطعمه ولا اروع من كده. تعالوا يلا عشان مطولش عليكم الفيديو. انا جايبه هنا ديت بطايه، انا غسلها كويس ونقعاها ويعني مظبطاها خالص يعني. اغسليها كويس عشان الزفاره. تمام. انا عامله لها محلول ملح، ونقعاها ساعتين كده ولا 3، وبعد كده غسلتها كويس ونقعتها تاني. يعني غسلتها مرتين لحد ما انتوا شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله مغسوله. ومن محلول الملح بصوا طريه ازاي، لحمها طري ازاي. يلا تعالوا بقول لكم على المكونات. معايا هنا ديت بشر طماطم، جايبه مبشره وبشره فيها حبيتين طماطم، ودول بصلتين. تعالوا بقول لكم على البهارات. معايا دي بابريكا، ومعايا توم وبصل بودره، ومعايا كمون، ومعايا كزبره فلفل اسمر وكزبره، ومعايا ملح، ومعايا دي بهارات شوي وانتوا شايفينها كده. تعالوا بقى نعمل الخلطه على طول. انا جبت البوله بقى بالشكل ده كده، هبدا انزل بيها عليها فيها بالبصل والطماطم. وهحط من البهارات دي كلها نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من كل حاجه انا قلتها لكم: بابريكا وتوم كمون كزبره فلفل اسمر ملح بهارات شوي. وهحط ليمونه، عصره ليمونه، ومعلقه عسل اسمر. تمام. انا دلوقتي بقى هحط البهارات كلها وهرجع اهوت. انا حطيت بقى كل المكونات على بعضها. تمام. انا بقى ايه، هحط معلقتين زيت كده، يعني معلقتين زيت حلوين، معلقتين زيت كبار. تمام. وهبدا ان انا اخلط المكونات دي كلها مع بعضها. لو ما عندكيش مش متوفر عسل حطي معلقه صلصه، ما عندكيش صلصه وعندك كاتشب حطي معلقه كاتشب. كل دوت البدايل بتاعه العسل، بس عشان بتدي لون للبطايه وطعم كده حلو. بصوا يا جماعه الخلطه بتاعتي عامله ازاي، جميله جدا. تعالوا بقى، البطايه بتاعتي اهي تمام، نضيفه من جوه، ومن المناديل انا منشفاها. هبدا بقى ان انا يعني اشرب البطايه من الخلطه دي كويس جدا، واحط من جوه كده وادخلها من جوه من قلب البطايه جدا. انتوا شايفينها كده على الجوانب من على ايه يا جماعه. بعد ما حطيت عليها الخلطه كويس قوي وشربت من جوه البطايه برضو الخلطه، ويعني عملتها من الجنبين، هبدا بقى ان انا اجيب كيس حراري بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. يعني كده جبت ده كيس حراري. تمام. وهبدا ادخل البطايه فيه اهي يا جماعه. بعد ما حطيتها في الكيس الحراري وقفلت عليها كويس جدا، هبدا بقى ان انا احطها في صينيه كده. تمام. وان انا هخرم الكيس زي بالسكينه كده، خرمين صغيرين، عشان الكيس ما يلزقش على البطاطا. تمام. وهبدا ادخلها على فرن سخن. اهم حاجه ان انت تدخليها على فرن سخن، تاخد التسويه بتاعتها واوريكم شكلها عامله ازاي. بصوا يا جماعه قبل ما تدخل بسم الله ما شاء الله، ولا ريحه التتبيل اصلا جميله جدا، لازم تجربوها. انا هدخلها دلوقتي الفرن تستوي وهوريكم شكلها بعد ما تطلع هتبقى عامله ازاي. ونسيت اقول لكم، انتوا لو عايزين تحطوا فيها خضار ممكن تحطي بطاطس وجزر وفلفل والحاجات دي كلها ممكن تحطيها في قلب الكيس الحراري. برضو هتستوي وهتطلع جميله جدا. ولو ما عندكيش الكيس الحراري، ممكن تحطي بتاع ده ورق فويل، تغطيها كويس جدا بالورق الفويل وتدخليها الفرن، هتبقى معاكي برضو مية مية ومفيش احسن من كده. انا قلت لكم البدايل اهوت، بدايل العسل وبدايل كيس الفويل. انا دلوقتي بقى هدخلها هدخلها الفرن. وده الشكل بتاعها بقى بعد ما طلعت من الفرن. الشكل بتاعها بصوا يا جماعه، والله العظيم الصوره كمان ظلماها، ولا الطعم بتاعها جميل جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.